السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ ايه الأخبار؟ الدورة بتاعتنا النهاردة عمرها 27 يوم، احنا قلنا هنشغل دورة فراخ بيضة مع بلدي مع فراخ ساسو. فاحنا حاليا مربين التلات أنواع عمرهم النهاردة 27 يوم زي ما انتم شايفين الفراخ قدامنا ما شاء الله ايه. وكمان كنا محضنين أول 10 أيام معاهم بط مسكوفي، بس قلنا إن البط آخره مع الفراخ 10 أيام تحضير بس، وبعد كده بنشيله لأنه بيبدأ إن هو يوقع مية ويغرق الدنيا والكلام ده. عاوزين بقى نعرف احنا هنمشي مع الفراخ بتاعتنا ازاي. النهارده عمر 27 يوم، في 3 ايام جايين، التلات ايام دول هنحط فيهم حاجه هتظبط معانا الفراخ جدا، هتخلي معانا مناعه الطير حلوه، صحه الطير كويسه، وفي نفس الوقت كمان الانواع دي ما تضايقش بعض ولا تاكل في بعض ولا الكلام ده. الدورة ده يا جماعة احنا عملناها عشان اللي عنده مكان واحد ضيق، ما عندوش مكان ان هو يقدر يقسم، او ما عندوش اكتر من مكان انه يقدر يربي اكتر من نوع في اماكن منفصلة. ما فيش فيها اي مشكلة ان احنا نقدر ندخل اكتر من نوع في مكان واحد، بس اهم حاجة عندي ان هم يكونوا داخلين مع بعض عمر يوم، وان المكان ده ما يبقاش ضيق زيادة عن اللزوم على الفراخ، لا، المكان يكون واسع ياخد الانواع دي مع بعض باذن الله. تمام. ما شاء الله زي ما انتم شايفين مفيش نوع جاي على التاني، مفيش نوع فيهم مؤثر على التاني. الفراخ النهارده عمرها 27 يوم، الفراخ البيضة داخلة على كيلو 800، وزن النهارده كيلو 800 وداخلة على 2 كيلو ما شاء الله. عمر 27 يوم. الساسو بسم الله ما شاء الله معدي الكيلوهات، وبرضه الفيوم قريب من الساسو، يعني عامل له في حدود كيلو الا ربع ومعدي داخل على الكيلو كمان. تمام. يعني حتى متوسط الاوزان ما شاء الله ماشي معانا تمام جدا، مفيش مشاكل. الفراخ مش مقصرة على بعضها ولا حاجة. لو كان حتة اختلاف الانواع دي هتأثر على الفراخ، فهتلاقي عندك فراخ ضعيفة وفراخ كبيرة والكلام ده، لكن زي ما قلنا ما دام داخلين مع بعض بداية من عمر يوم، والمكان واخد الانواع مع بعض، فان شاء الله مفيش تأثير على الوزن ولا على صحة الفرخ ولا الكلام ده. اهم حاجه بقى عندنا ان احنا نهتم بالفراخ بتاعتنا اهتمام كويس، نظبط فرشتنا، نظبط جونا. درجه الحراره بتختلف من عمر لعمر، التهويات برضو نفس الكلام بتختلف، الفراخ وهي صغيره حاجه وهي كبيره حاجه تانية، برضو بتختلف من عمر لعمر. حتى مش بس بتختلف من عمر لعمر، ده بتختلف كمان باختلاف الفصول السنه، يعني تربيه الشتاء حاجه وتربيه الصيف حاجه والكلام ده. الجو ما شاء الله كويس دافي شويه بالنهار، لكن بيرجع يقلب تاني بالليل. الفراخ عندها 27 يوم، نفهم إن الفراخ البيضة بالنسبة لنا خلاص ما ينفعش إن إحنا نقفل عليها بأي شكل من الأشكال بالنهار حتى لو الجو ساقع. تمام. الفراخ في العمر ده يا جماعة بيبقى عندها إمكانية إن هي تقدر تتأقلم مع الجو، يعني الجو برد الجو حر الكلام ده، الفرخ بيقدر يظبط نفسه مع الجو. يقدر يظبط نفسه بقى مع الجو البرد عادي مفيش فيها مشكلة، يعني حتى لو الجو برد عليه شوية هتلاقي الفرخ قادر إن هو يمشي معاه. بتبقى يا جماعة مشكلتنا الكبيرة بقى في العمر ده مع الحر مش مع البرد، يعني لو الجو حرر شوية على الفراخ أو سخن أو كتمت بزيادة بيحصل معانا مشاكل كبيرة جدا. الفراخ ما بتستحملش الكلام ده. الفراخ اللي عندي في العمر ده 27 يوم ما تستحملش كتمة، ما تستحملش تقفيل، ما تستحملش ريحة زيادة الكلام ده كله. فبعد ال 25 يوم إن شاء الله، هي النهاردة 27 يوم أهي، الفراخ زي ما أنتم شايفين ما شاء الله الحيوية كويسة، الحركة كويسة الكلام ده كله. بعد ال25 يوم، بعد عمر ال25 يوم، بابتدي إن أنا أهوّي خالص على الفراخ طول النهار. طيب حتى لو الجو قلب مش هتخاف على الفراخ؟ لأ، إن شاء الله ولا في خوف على الفراخ ولا في أي مشكلة عندي بإذن الله، لإن حتى لو الجو قلب الفرخ اللي عندي ده يستحمل تغيرات الجو. المشكلة الوحيدة معانا في الفراخ اللي قدامنا ده يا جماعة اللي ممكن تعمل فعلًا معايا كوارث، لمّا يكون الجو جايب عندك شباك بيجيب هوا شديد بحري. الشباك البحري ده هو اللي لازم اخد بالي منه، لان الشباك البحري هو اللي يعمل معايا مشاكل مع الفراخ دي. بالنسبه بقى للدفا، لا يا جماعه الفراخ اللي عندنا حاليا 27 يوم ما بقتش محتاجه دفا نهائي، لا بالعكس ده احنا محتاجين ان احنا نقلل الدفا خالص، لان الفراخ خلاص مش محتاجه دفا، ده محتاجه درجه حراره النهارده من 25 لحد 26 27، يعني تلعب في الحته دي من 25 ل 27، يعني درجة حرارة الجو الطبيعي اللي بره، مش محتاج إن أنا أدفي ولا محتاج إن أنا أولع لمبات بالنهار ولا الكلام ده. الإشكالية عندي مع الدفا ممكن تكون بالليل، إن الجو بيجي بالليل بيبرد شوية، فلو الجو جه بالليل وبرد وحسينا إن درجة الحرارة نزلت، نولع اللمبات الحمراء ال200، لمبة لمبتين على حسب اللي يدفي معاك المكان، إن درجة الحرارة بتاعتنا تكون 25 26. تمام كده. وأهم حاجة بقى هنأكد عليها إن شاء الله في العمر ده تقليب الفرشة. في ناس كتير تقول لي انا ما بحبش اقلب الفرشه، وان تقليب الفرشه بيغير معايا الفرخ.
أو بيجدد المرض أو الكلام ده، تقليب الفرشة للفراخ أمر ضروري من أول يوم لآخر يوم إن شاء الله. تقليب الفرشة ما يجددش معاك المرض أو ما يبهدلش معانا الفراخ في العمر ده إلا لو أنت أصلا ما كنتش بتقلب الفرشة طول الدورة. لو ما كنتش بتقلب الفرشة طول الدورة هتلاقي الفرشة عندك معرقة ومبللة، فطبيعي لما تيجي تقلبها تنطر معاك مرض وهتطلع ريحة وهتبوظ معاك صدر الفراخ. تمام؟ يبقى في الحالة ديت فأنت ما تقلبش الفرشة، حط عليها وخلاص ما دام أنت وصلت المرحلة دي وما بتقلبش. طب لو كنا بنحط فرشة على الفرشة ومع ذلك بلاقي ريحة طالعة برضه وإن الفرشة بتاعتي بتبلل بسرعة وبتعرق بسرعة، لا يبقى في الحالة دي الفرشة ما ينفعش يتحط عليها فرشة، ما ينفعش أصلا تتساب تحت الفراخ. هخرج الفراخ بتاعتي بره خالص، أشيل الفرشة، أفرش فرشة نظيفة وأرجع أرجع الفراخ تاني لمكانها. هو ينفع أعمل كده؟ ينفع إن أنا أغير الفرشة تحت الفراخ في العمر الكبير؟ قلنا إن في ضرر أقل من ضرر. هو الصح إن فرشتك دايما تكون نظيفة بالتقليب والكلام ده، التقليب مع التهوية الفرشة دايما بتبقى ناشفة. طيب لو أنا وصلت لمرحلة إن الفرشة مش نظيفة مكتمة ما ينفعش أصلا تتقلب، يبقى لازم أخرج الفراخ بره، أشيل الفرشة وأحط فرشة نظيفة وبعد كده أقلب فرشتي بإذن الله. تمام؟ يبقى تقليب الفرشة ده أمر ضروري جدا وخصوصا في العمر الكبير. تمام كده؟ إحنا عشان بقى نحافظ على الفراخ بتاعتنا تفضل ماشية معانا تمام، ترمي معانا أوزان عالية وفي نفس الوقت صحتها تبقى حلوة، في حاجات برضه بنحطها حطيناها قبل كده أول 10 أيام وحطيناها بعد ال10 أيام، وبرضه هنحطها دلوقتي اللي هي الأملاح والفيتامينات. مجموعات الأملاح أو الكالسيوم والفيتامينات دي منشط للطير بشكل عام. الكالسيوم بيخلي الفراخ ما تاكلش في بعض، دي أول حاجة، وخصوصا لو أنت عندك فراخ بلدي أو ساسو زي اللي عندنا دي، لو ما بنحطش كالسيوم وأملاح معدنية الفراخ هتخسرك، هتاكل في بعضها وهتبهدل لك الدنيا. دي أول حاجة. الحاجة التانية بتحافظ لك على الفرخ إن عظم الفرخ يبقى يقدر يشيل معاك أوزان تقيلة زي ما أنت عاوز، تقل في الفراخ زي ما أنت عاوز، عظم الفرخ شايل، مفيش كساح، مفيش الكلام الفاضي ده كله. بالنسبة بقى للفيتامينات، مجموعة الفيتامينات أ د 3 أهي، ويا سلام لو دخلت معاها كمان أمينو يبقى مجموعة فيتامينات مع أمينو. أنت بتبني البروتين، بتبني العضلات بتاعة الجسم، بتعوض أي نقص في جسم الطير من الفيتامينات اللي هو أصلا ما بيلاقيهوش مع العلف. فبالطريقة دي أنت تلاقي الطير بتاعك ماشي معاك ما شاء الله حاجة ممتازة، حيوية تمام، شكل الفرخ حلو، صدر الفرخ تلاقي الفرخ واقف قدامك كده مقسم فارد نفسه، شكل الفرخ معاك كويس. يبقى مجموعة الفيتامينات اللي بنحطها والأملاح المعدنية مهمة جدا طول دورة الفراخ. طيب بداية إن شاء الله من عمر 27 يوم ولحد 29 يوم 3 أيام متواصل بحط أملاح معدنية بالنهار 12 ساعة ومجموعة فيتامينات بالليل 12 ساعة لمدة 3 أيام متواصل. 2 سنتي من الأملاح المعدنية على اللتر بالنهار، 1 سنتي بس من الفيتامينات بالليل إن شاء الله. الكلام ده لمدة 3 أيام بس بإذن الله. على عمر ال30 يوم لينا علاج تاني هنمشي بيه عشان نعرف هنمشي مع الفراخ ازاي. لو مشينا بالطريقة دي الأربع 5 أيام، يعني من عمر 26 يوم مثلا لحد ال29 يوم، هتلاقي بإذن الله على ال30 يوم الفراخ بتاعتك واصلة معاك لل2 كيلو، مفيش أي مشكلة، شكل الفرخ كويس، حيوية الفرخ كويسة، أنت نفسك هيبقى عاجبك الفرخ بتاعك حتى تقدر تتمسك فيه في الأيام اللي احنا فيها ديت، وخصوصا الأسعار بدأت تنزل في اللحم. حتى لو حبيت تسيب الفرخة عندك يتقل شوية، لأن احنا في الأيام اللي احنا فيها دي يا جماعة أنا مدخل شقارة علب واللحم بدأ ينزل عليا. تمام؟ فأنا مكاسبي هتبقى في إيه؟ في الوزن الزيادة. عشان أظبط الدنيا والطير اللي عندي أقدر إن أنا أقعده يشيل معايا وزن زيادة وإن هو تبقى صحته كويسة وما أخافش عليه، لازم أحط مجموعة الأملاح المعدنية بالنهار وأحط الألف د 3 بالليل مع تظبيط الجو والفرشة زي ما قلنا كده. اللي عنده بقى يا جماعة فراخ عمر النهاردة 27 يوم أو 28 يوم، يا ريت يكتب لنا في التعليقات الفراخ دي أوزانها عاملة معاه إيه، صحة الفرخ عاملة إيه، وإحنا إن شاء الله هنتابعكم ونقول لكم الدنيا عندكم تمام ولا لأ. اللي محتاج أي حاجة يسألني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.